السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى واطعم قرص كده طريه. القرص بتاعت امهاتنا واجدادنا دي، القرص الطعمه اللي ريحتها كده رهيبه بجد وما بنشبعش منها خالص، وحلوه كده يعني ايه بقى مع كوبايه شاي. حاجة كده بجد رهيبة وحلوة جدا جدا، وهتبقى حلوة كمان في اللانش بوكس كده، واطفالنا رايحين كده المدرسة. حاجة كده تشبعهم ومفيدة وحلوة خالص. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الطريقة على طول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. معايا هنا 2 كيلو من الدقيق. أنا بستعمل الدقيق اللي هو الفؤاد ده، حلو جدا جدا. حابه ان انتي بقى تنخلي كده تمام ماشي، مش حابه خلاص. انا هنا كده بحب بصراحه انخل الدقيق، ونزلت عليه بكيسين من البيكنج باودر وهي رشه من الملح، وكمان هنزل ب6 معالق من السكر، 6 معالق كبار بالشكل ده. تمام، حلو الكلام. بعد كده معايا كيسين من الخميره. طبعا الخميره دي يعني ايه، انا بستعملها على طول، فعارفه ان هي كويسه. لو اول مره تستعملي بقى خميره، لسه اول مره، هتحطيها بقى ايه في شويه ميه دافيين كده مع معلقه سكر وتسيبيها على جنب. يعني ربع كوبايه او نص كوبايه من الميه كده وتسيبيها على جنب لغايه ما تخمر. ونص كوبايه الميه او الربع كوبايه نشيلها من اللبن اللي احنا هنحطه بعد كده. تمام، بس كده. هقلب بقى الكلام ده، وقبل ما اقلب حطيت 4 معالق كده مليانين حلوين كده من اللبن البودرة، وهقلب كل المكونات الجافة دي كده مع بعض بالشكل ده. وبعد كده نزلت بكوباية من السمنة، اي نوع سمنة بقى بتفضليه، سمنة بلدي او اي نوع سمنة انت حابة. بعد كده في نفس الكوباية نزلت بكوباية من الزيت. تمام. هنعمل بقى 2 كيلو كده قرص معتبرة حلوة جدا جدا، وبصوا يعني هتقعد معاكوا 3-4 ايام، ده لو قعدت يعني من حلاوتها وطعمتها هتبقى طرية معاكوا جدا. كوباية شاي بقى، شاي بلبن، واستمتعي. بعد كده معايا علبتين من الزبادي، علب الزبادي من اللبان البلدي دي العادية خالص، الصغيرة مش الكبيرة. تمام. هبتدي بقى ان انا كده يعني ايه ابس الكلام ده كله كده مع بعض بالشكل ده لغايه ما الدقيق يبقى عامل معايا بالشكل ده كده. شايفين شرب بقى السمنه وكمان الزيت والزبادي وكل الحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها، بسينا كل ده كده مع بعض. في نفس الكوبايه بقى هنزل ب4 كوبايات من اللبن. معايا هنا اللبن دافي، ادي كده اول كوبايه. وبعد كده هنزل بالباقي. وادي كده التالتة، وكمان الرابعة. بس كده. وهبتدي بقى ايه اعجنها كويس جدا، وفضل معايا شوية لبن دول بقى ايه هندهن بيهم وش القرص في الاخر. هبتدي بقى ان انا اقلبهم بالشكل ده كده لغاية بقى ايه ما تنعم معايا وتطرى وتبقى حلوة كده، يعني من 10-15 دقيقة، علشان كل ما بتعجني فيها بصراحة ايه يعني مش بستعجل فيها عشان تديني نتيجة كويسة وحلوة. وهدهن العجين بالزيت بالشكل ده كده علشان لما تختمر ما تلزقش في الطبق وما تلزقش معاك. فلازم اهم حاجة برضو من التركة ان هي تتعجن كويس جدا. معايا هنا ده تمر يعني متشال منه النوى كده، حلو كده وجميل بصراحة. دي برضو اخويا كان باعتها لي، ربنا يخليهولي يا رب ويبارك لي فيه ويدي الصحة والعافية. المهم بقى عملت بيها القرص الحلوة دي، قلت لا دي لازم اعمل بيها حاجة حلوة كده للعيال. تمام. بس بدأت بقى ان انا كده بعد ما قلبتها مع شوية السمنة، نزلت عليها بأقل كده من كوباية، اقل من ربع كوباية مية دافية، واديتهم تقليبة مع بعض، نعمت معايا خالص وبقت معايا حلوة جدا كده وطرية وتتشكل معايا بكل سهولة. جبت بقى العجينة الحلوة اللي احنا عملناها مع بعض. بعد ما ارتاحت، عايزة اقول لكم ان احنا ريحناها كده، يعني ايه مش ريحناها، سيبناها تختمر حبة ساعة كده.
تمام. بعد كده بقى ابتدي ان انا اشكل فيها بقى واعمل الشكل اللي انا عايزاه، بس انا حبيت اعمل الشكل التقليدي بتاعها، القرص العاديه. شكلناها كده كورة عادية وحشيناها بقى بالعجوة كده وبس، بقت معايا بالشكل الجميل ده. وهنا ماما كانت واقفة معايا وكانت بتعمل معايا القرص، ربنا يخليها ليا يا ربي ويديها الصحة كده. والحجم بقى حسب ما تحبي. وبعد كده جبت السكينة وعملت فيها الخطوط، وكده عملت كل الكمية بالشكل ده كده، بس دي مش كل الكمية يعني، لسه فيه برضو. جبت هنا بقى شوية كده من اللهم صل على النبي، نص كوباية حلوة كده من اللبن، ومش هتستخدميها كلها يعني، كمان هتستخدمي ممكن اقل من ربع. مع معلقة من السكر. هقلبهم حلو جدا جدا، وهبتدي ان انا امشي بالفرشة على القرصة بالشكل ده. وعايزة ترشي عليها سمسم، عايزة تسيبها سادة ممكن ما تحطيش عجوة فيها وتبقى سادة بس بالشكل ده كده تبقى حلوة قوي زي ما انت عايزة. نغطي عليها كده ونسيبها تختمر الخمرة التانية نص ساعة. دخلتها بقى الفرن لغاية ما تاخد اللون الذهبي الجميل الحلو ده. هنكون مشغلين الفرن قبلها بشوية يعني ب5 دقايق 10 دقايق كده، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تاخد الوش الجميل ده. ممكن كمان لو البوتاجاز مش قوي هتشوفي بس القرصة من تحت، لو لونها احمر معاكي وبقى لونها حلو تفتحي عليها الشواية تاخد اللون الحلو بتاعها من على الوش كده. بدأت ان انا رشيت عليها بشوية من المية، يعني ربع كوباية كده من المية، عليهم معلقة صغيرة من السكر، وهديهم تقليبة كويسة جدا مع بعض، وهدهن بهم القرصة، وغطيتها عشان تطرى معايا كده وتبقى طرية وحلوة كده. شايفين بقى الكمية حلوة ازاي ولونها ولا ريحتها؟ عايزة اقولكوا ريحتها كانت بجد والله تحفة، حاجة كده حلوة جدا، وخصوصا كمان الشتاء داخل علينا فهنحتاج الحاجات دي بقى. ويعني بصوا هنكتر منها في الشتاء بس مش هنكتر قوي عشان الموضوع ما يتخرجش من ايدينا ونطلع من الشتاء بقى ما شاء الله يعني مش قادرين نتحرك يعني، على الهادي كده. بس بصوا بقى شايفين طرية ازاي، وبصوا وهشة، وبصوا بقى يعني كمية بقى اللبن والزبادي، لا حلوة بجد ومديها كده طراوة حلوة حلوة حلوة. طريقتنا كانت بسيطة وحلوة خالص، اتمنى ان شاء الله تعملوها كده وتجربوها. كانت عايزة اقولك برضو مامتي كانت بتعملها معايا، فكانت بصراحة ليها طعم ومذاق تاني وحاجة تانية خطيرة كده، عشان برضو ساعدتني فيها ست الكل وعملتها معايا. ربنا يخليكي ليا يا امي ويديك الصحة والعافية. بس كده اكون خلصت معاكم القرص الطرية الجميلة التحفة دي، اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وهتعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.